بعته بليله. طب خد ايه ده؟ ساغ معايا اهو، روح اشتري لك بيه صحنين 3. صحنين 3؟ ده صحن بالعافيه. يا سيدي زي بعضه، انت كنت طايل. ربنا يخليك يا نعمة، بس هتعملي ايه من غير الساغ؟ روح بقى ما تبقاش لمد. أيدت أسماء الفلاحين يا يوسف أفندي؟ ايوه، ايدتهم يا عم عبد المنصف. كم فلاح؟ 188 فلاح. طيب اعمل بقى الطلبية على قدهم. انا عملت كل المطلوب. اتفضل امضي هنا. حاضر يا سيدي، وادي امضى. متشكر أوي. من الفجرية تروح على البندر تجيب طلبية الكيماوي وتوزعها على الفلاحين أوام، لحسن الأرض شرقانة للكيماوي قوي. طبعا. وانت عارف الكيماوي ده روح الزراعة. حاضر يا عم عبد المنصف، من الفجرية هكون في الإصلاح. عملت ايه؟ شوف يا حافظ بندي، شوف الكشوف كده، بص. برافو عليك. الفلاحين 188، إنما أنا مضيت رئيس الجمعية على 400 اسم. عظيم. أنا هصرف لك الطلبية بالكامل وهحملها لك على عربيات الكارو. العربيات بقى اللي ما تخصكش هتمشي من بره على الراجل، على صاحبها. هو دفع ولا ما دفعش؟ لا ما دفعش لسه. ما دفعش ازاي؟ امال هياخد الكيماوي من غير ما يدفع؟ ما تخافش، ده راجل امير قوي وسمعته عال. امير قوي وسمعته عال؟ ويسرق الكيماوي ويبيعه في السوق السوداء؟ دي نقرة ودي نقرة، ما تخليك مفتح يا اخي. الله، ثم الراجل محتاج لنا، ومش هتبقى دي اول عملية ولا اخر عملية. انت اصلك لسه جديد، فتح مخك معايا وانا اكلك الشهد. نفسي يا حافظ افندي، نفسي. شوف، طول ما انت ماشي ورايا هتبقى عالي العال. امضي لي هنا بقى انك استلمت الرسالة. حاضر. يبقى انا بقى هاخد 188 شكارة. لا ايه؟ ما هو في عملية تانية يا غشيم. عملية ايه؟ هتاخد 90 شكارة بس. ازاي؟ دول 188 فلاح. هديك الباقي شكاير فاضية مرتجع. وانا يعني حد الفلاحين شكاير فاضية؟ لا، هتدي الفلاح شكارة مليانة والفلاح تاني شكارة فاضية. يا أخي ما تفتح مخك معايا بقى وتفهمني. حاضر. شوف، هتخلط الكمية اللي هديها لك برملة بيضة وعبي ودي. رملة بيضة وعبي ودي؟ أنا يا أخويا أنت مش هتعمل حاجة. إحنا عندنا اللي بيعمل كل حاجة. أنت عليك تمضي وتسلم وبس. لا يا حافظ أفندي، أنا ما بتكلمش على كده، أنا بتكلم على الأرض. بالطريقة ديت الأرض هيتلف أمالها. أنت مالك أنت بالأرض يا ابني؟ ربنا هو اللي خلق الأرض، هو اللي بينطقها بالزرع. يعني زمان لا كان في حاجة اسمها كيماوي ولا يحزنون، ومع ذلك كانت الأرض عال. أيوة بقى. اتفضل خد حقك اهو، 200 جنيه فرق ال 188 شكارة من 90. العملية دي بقى القبض فوري، وقبل ما تمشي هيكون صاحبنا دفع الثمن اللي خده. حافظ أفندي بقول ما كفاية اللي خده صاحبنا وخلاص. يا يوسف يا حبيبي، على رأي اللي قال إن سرقت تسرق جمل مش قطة. خبطة واحدة يطلع لك فيها إجمالي 800 أو 900 جنيه. وحش؟ عمرك ما كنت هتحلم بيهم. ما ترد عليا. وحش؟ لا مش وحش. قوم بقى خلينا نلحق نشوف شغلنا. قوم. فين الاكل؟ ما تلحقونا بقى، هموت من جوع. انتوا نايمين على ودانكم. جرى ايه يا مقصوف الرقبه منك؟ ليها له عايزين ناكل يا اعوذ بالله. انتوا ايه يا عيال؟ وحوش انتوا بتاكلونا حاجه؟ اخرس انت بذمتك، انت ليك نفس تتكلم؟ ليه بقى ماليش نفس اتكلم؟ طول الحيطه وصايع، لا شغله ولا مشغله، هتطلع زي ابوك خايب ونايب. قول ان شاء الله. هو انت يا وليه ما تقعديش في حته من غير ما تجيبي سيرتي بالسوق؟ اعوذ بالله. فين الاكل؟ تعالى هنا، انت ما بتشغلش الواد ده ليه؟ انا واد مش وديتك عند رسطى حنفيه السمكري؟ هي دي شغله يابا، دي شغله تضيق الخلق يابا، وبيضرب كمان. ده مره رزقني بوابور الجاز، كان هيفتح لي نافوخي. امال عايز تشتغل ايه؟ باش مهندس على مكتب؟ ما تاخده معاك تشغله في السكه الحديد. هي السكه الحديد بتاعت ابويا يا وليه. هو انت ما منكش فايده ابدا يا اخويا؟ قول لهم وهم يشغلوه. يشغلوه فين يا وليه؟ ده الشغالين عندهم زي الهم على القلب.
ثم انت فاكرني ايه في السكه الحديد دي؟ عارفاك هتقولي لا تصر عدو ولا حبيب. البركه في